حيد لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا ربي من اجتبيتهم واصطفيتهم فكنت لهم مؤيدا ووليا ونصيرا. الله تبارك وتعالى ونحن نجتمع، الملائكة تحف، السكينة تغشى، وذكر الله حاضر إن شاء الله تبارك وتعالى هنا وهناك، أن يغفر ذنوبنا كلها، وأن يستر عيوبنا، ويفرج كروبنا، ويكشف غمومنا، ويفرحنا في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من أوليائه العارفين، وأن يذكرنا عنده في ملأ في الدنيا ويوم الدين. والله تبارك وتعالى اللي حاضر واللي غايب، اللي عنده في قلبه شي حاجة الله يقضيها له. نؤمن، الملائكة تؤمن. ما اجتمعنا في هذا المجلس إلا نستمع إلى كلام الله وإلى مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يجزي الإخوان ديالنا في مجموعة الهدى، وأن يزيدهم هدى على هدى، قدموا فأجادوا، ويجزي الإخوان ديالنا في مجموعة الهيام الذين حضروا وكان حضورهم دائما. والله تبارك وتعالى يجزي جميع اللي سعى في هذا الحفل، ومن كان له الفضل العظيم سيدي علي، والله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الزفاف ميمونا مباركا عليه وعلى أهله قراب والبعاد، وعلينا معهم وعلى المسلمين جميعا. الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة متضرعة أن يجعل هذه الليلة انطلاقة إلى حياة إيمانية إحسانية هو والزوج ديالها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الأصل سمعناه هو كلام الله، هذا هو الأصل. منيه كنطلقوا وليه كنرجعوا. كلام الله عز وجل أعظم وأرقى وأسمى كلام، وهو الدواء. اللي ما تداوش في القرآن يعسر دواؤه وعلاجه. دواء الشافي هو كلام الله عز وجل الذي خلق أرسل الرسل. أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام فعلمهم كلامه. ما من رسول أو نبي إلا وأرسل الله تبارك وتعالى معه صحف أو كتاب منزل. علاش؟ لأن احنا كنا باغيين نعيشو، باغيين نحياو. جسد يتحرك قفص، ولكن الحياة الحقيقية حياة القلب، حياة القلب بكلام الله عز وجل القرآن الكريم. نضل ونتيه ونغفل وقد فهذه حياة الدنيا. بزاف الحوايج كتدينا على هذه الأمور، وربما نشدو ونحاولو نتمسكو بشي حاجة اللي ما تقدرش توصلنا لداك الشيء اللي باغيين، وما تشفيش الغالي ديالنا. ولكن إلا رجعنا للأصل اللي هو كلام الله عز وجل، توجيهات الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور رب العالمين، عرف داك الشيء اللي راه في عقلك واللي غادي يكون في عقلك، واللي راك فيه دابا واللي كنت فيه ما كانش والو وغادي تكون، سبحانه عز وجل. بالتالي هو الشافي. هذه الحياة الدنيا إذا عشناها على هذا المنوال يكون لنا القرب من الله عز وجل، فيكون لنا التأييد والنصر. وأول علامات النصر أن ينصرك الله على نفسك، هو أول علامات. هي تقول دير المعصية، قولها إن الله يراني. تسول لك
ما تعلمون جميعا إنك مذنبة، إنك كافرة، إنك فاجرة، إنك أمارة بالسوء، يمكنش نطيعك، بل أطيع الله عز وجل. وتأتي أعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، ويجي الشيطان ويجي الهوى ويجي الانترنت والبارابول والأمريكان وزيد. هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل، ولكن خلقها باش تكون ليا وليك وسيلة باش ترفعنا عند مولانا تبارك وتعالى. المؤمن دائما هو في ترقي، إن خير فهو في ترقي بالشكر، وإن غير ذلك فهو في ترقي بالصبر. وقد ترفعنا إلى الله عز وجل بزاف د الحوايج ما باغيناش، نزل عليك وانت خايف وانت ما باغيش وانت مضجر، ولكن عند الله تبارك وتعالى يرفع لدرجاتك. كنزور المريض كنقولوا طهور، الله يجعلنا وإياكم الذين يفهمون عن الله. هذه الحياة بارئها ومصورها الله في كلامه، أعطانا كيفاش نسلكوا إليه، وكيفاش نسلكوا من هذه المشاكل اللي كل واحد كيعيشها. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. كل شيء سهل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ربي هو اللي كاين. هذا الانجماع على الله تبارك وتعالى وهذا القرب كيفاش يحصل؟ إذا بقى كل واحد فينا أيها الأحبة الكرام يعيش الدنيا بالفهم دياله بالعقل دياله، والله يوفقنا باش نوصلوا الفكرة اللي باغي نجمعوا عليها الهم ديالنا مع ربي تبارك وتعالى. إذا بقى كل واحد باغي يخطط الحياة ديالها بحال داكشي اللي في عقله، اللي قراتها ليه الكتب ولا قراتها ليه التلفازة ولا قراو له قرناء ديالو أصحابه وغير ذلك. تفرجت واحد الفيلم واحد المسلسل وعجبك واحد ما عرف شنو، وغادير تنسج الحياة ديالك على مين هو ديالك. شفت واحد لاعب كرة ولا فنان ولا وبغيت تنسج وتمشي تشتت، لن تصل إلى هدفك الدنيوي والأخروي. الدنيوي هو تكون مرتاح هنا وراحة البال مع مولانا عز وجل، ولكن إذا مشيت إلى الله ورد في صحيح الحاكم حديث في بعض كتب الله إلى سيدنا داود: ألا من أرادني وطلبني وجدني، ومن وجدني أحبني، ومن أحبني لم يختر سواي. من أراد ما أردناه، ومن أراد منا أعطيناه، ومن أحبنا أحببناه، ومن اكتفى عنا بما لنا كنا له وما لنا. الله أكبر. يكون لك سيدي ربي في الضيق وفي الوسع، يقويك مولانا، ينصرك العزيز سبحانه عز وجل. شنو هي الحاجة اللي يمكن تشفي هذا الشيء اللي في القلوب ديالنا وفي الفطرة ديالنا، العطش منه ولا الجوع؟ هو تمشي لبارئ السماوات والأرض رب العالمين سبحانه عز وجل، تحس أنك بين يدين الواحد أحد
قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، تذلل بين يدي الله عز وجل. هذه القوة ديال المؤمن فين تلقاها؟ هي من تمشي عند مولانا وتعيش تذلل بين يديه عز وجل. هذا الاتصال هو اللي صفت سيدي ربي تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أجله، باش يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا ما ديروا حتى شي واحد قدوة، تبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واش كان يدير في النهار سيدنا رسول الله؟ كان يهضر في الناس، كان غافل عن الصلاة، كان يجاهد نفسه، كان يترقى في كل لحظة بل في كل أقل من لحظة، كان يذكر الله على جميع أحيانه، كان ينتظر الصلاة. لا دابا 2012 راه خصني نخدم على راسي، خصني ندير مستقبل زعما سنين درت انا الطوموبيل كارت ما عرفت راه خارج شي حاجه جديده، عرفولهاش لا الكارت واقيلا هي اللي خارجه جديده في الموديل، مع كامل احترامنا اللي حاضرين وعندهم لي خصني ندير الفيلا، خصني نقري وليداتي واحد المستوى عالي. الوليد عنده 7 سنين و 8 سنين خص يكون عنده 3 اللغات ولا 4 اللغات. خصني تبقى ماشي مع الدنيا. تيجيك يقول لك صباح الخير، انتهى الاجل ديالك، تسك واحد الفرصه، واحد المده باش تكون بالله، تكون لله، تكون مع الله، تحب الله، تشتاق الى الله. هذا هو، هذه الغايه اللي من اجلها خلقنا. كتجي هاد الهواجس وهاد اش غنقول بزاف ديال الاعداء والخصوم باش يحاولوا يخرجوا قطاع عن السكه، وحنا خصنا نكونوا بالله اقوياء. وهذا هو تمام سلوك الصحابه رضي الله عنهم، ان تكون في الفتنه وشاد طريق مولانا تبارك وتعالى، ماشي تكون في الجبل سيدي بن عبد الله ولا بوغنم ولا معفو عابد بوحدك وانت مع هذا ماشي ديك هي العباده. العباده هي راك خدام 6 8 ما بقاوش يخدموا 8 12 بقاو 6 8 6 12. الا بغيت تخدم عاد يعطيك 50 درهم ولا 60 درهم خدمه وتاماره، ولا راك في الموقف ولا راك تجري منا ولا راك طالب ولا وراه عندك هذا اللي عند الناس كلش. ولكن اذا جاءت وقت الصلاه الله اكبر من كل شيء. ولد ديال القرآن ديالي ما ننساش كلام الله، لأنه سيحاج إن شاء الله نطلب الله يكون يشهد لنا ماشي علينا. إذا هجرنا القرآن ما يمكنش يزاد الإمام لا القرآن. أن يكون عندي واحد اللحظات أنني نعرف الدين ديالي، كيف أنا عندي دابا 40 سنة و30 سنة وما نعرفش نتوضا وراني نقلب وندير في الوضوء والصلاة كي راني داير لها. المهم كيما جات، كيفاش كيما جات تقول يقول لك شي كون ولا تبات معاه في الليالي ولا في الألمان. حنا في البلاد واحد الوقيته من بغاو يدوهم للألمان الناس جايين من الجبل ما يعرفوش التران ما يعرفوش اللي في الزروطه. في الشهر بنادم كيبقى يهضر بالألمانية، فلوس فيها لا. أيها الأحبة الكرام، هذه الحياة الدنيا اللي قال فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ديالنا بالضبط وبعده الله أعلم به. القابض على 9 أعشار دينه كالقابض على الجر له أجر 50 شهيد. قال أمنا أم منهم؟ قال منكم رغم أنف أبي ذر. الفكرة اللي باغي نوصلها من هذا المجلس هذا أنني في هذه الحياة في هذا الوقت للإعلام اليهودي وغيره باغيين يطمسوا الهوية الإسلامية ونكون لله. أنت عند ربي أحسن من بعض ملائكته. البعض يفيد التفضيل، صفوة الملائكة في هذا الوقت، لأن الجهاد في هذه اللحظات والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت هذا هو أعظم الجهاد.
ولما يذكرك شي واحد بشي آية من آيات الله سواء القرآنية نقرأها أو الحياة اللي حنشوفها، تسترجعنا لسيدي ربي تبارك وتعالى. وأمة رسول الله فيها الخير. وانت لما دار لك الله تبارك وتعالى في قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله، راه باغي فيك الخير، ولكن خصنا نزيدو نقوو ديك الزهره وديك النبته وديك الشجره تعطي الثمار. الناس اللي كانوا عرفوا هذه الحقيقه قالوا والله لنزاحمن صحابه رسول الله بالاكتاف على رسول الله. نجي سيدنا ابو بكر نقول له حاج من تما انا نجلس قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصح غادي يحققها لك الله، لأن في هذه الوقيته ماشي سهله ديال العباده ايها الاخوان. دابا ما بقيناش قليل جدا اللي بقى كيقرا ويطالع. هاد القضيه ديال الاتصال بالله، هاد الشيء ديال الاجتهاد في طاعه الله تبارك وتعالى، وكثرت بزاف الفتن اللي تحاول تسلخنا من الدين ديالنا. الحمد لله الحمد لله باقي، ولكن احنا نرجو ايها الاخوان الاحبه الحاضرين اننا نرتفع بالهمه ديالنا، نكونوا بصح في هذه الوقيته اللي يخرج منا بحال سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، والله تبارك وتعالى يعطي وهو حي قيوم سبحانه وتعالى. هذه هي درجه الولايه، وربي اللي يعاون عليها. نبداو بالسهله ويجي ربي كبيره، ما نقولش صعيبه، يجي ربي كبيره. انني مثلا راني ماشي وندير واحد اليقظه، ربي جابني نحضر العرس ديال السي عادل باش نسمح لك الكلمات، ايوا فين راني ماشي، يعني ندير الصلوات، اللسان ديالي كراه داير، واش راه يحب ذكر الله ولا يحب الهضره في عباد الله؟ واش قلبي عامر بالله وتانا كنخشع ونبكي ونبغي مولانا ونوض في نص الليل شي نهار ونصير ونصوم ونصدق ونحسن بين الناس ونصلح بين الناس، ولا راني بحال الناس وصافي؟ راه محمد راه مصطفى راه عبد الله راه مسلم وصافي، ما كاين والو في هادشي. نطلب الله تبارك وتعالى ان يجمع شملنا مما شاعتنا، ويجعل هذا الكلام دواء لقلوبنا ولنا ليس علينا، ونجدد ان شاء الله تبارك وتعالى الدعاء لسيدي عادل، الله يحفظه ويحفظ الاهل ديالو، يجعل هاد الناس اللي حاضرين كلهم ان شاء الله بقلوب خاشعه يشفعوا له ويحضروا معاه ان شاء الله بهذه النيه ديال الدعاء، ان هذا العرس ديالو وهذا الزواج ديالو يكون فتح ليه المسلمين جميعا. يجازي الاخوان ديالنا في الانشوده جازوا